سلام عليكم. والله إن في ناس يبي لها خيزرانة، يبي لها جلد عشان بس تفهم. أنا راح أحول الخيزرانة لسان وراح أجلدك. من هو أنت اللي يبي لك جلد؟ أنت اللي تنقل كل شيء في بيتك تقوله برا. في أشياء اسمها أسرار البيت تنقلها برا، تنقلها لربعك، للي يسوى واللي ما يسوى. حتى اللي يسوى المفروض ما تقول له. شلون بذاك اللي ما يسوى؟ لأن اللي يسوى أحيانا يكون حتى على قافلة يقول جملة ما يدري عنها، ينقلها منك. موقف صار لكن ينقله عند واحد ثاني، توصل حق اللي ما يسوى. فمن مجرد مكالمة بس تمجك دقت الحين بتقول أبي وأسوي كذا وكذا. واحيانا ما تكلم اياه غير ذاك يصد عين ويقوم يروح للجهه الثانيه يقول له عرفت عاد اقول لك ذي خلها على الله بس جت كذا وكذا كذا. حبيبي هذا اللي انت يبي لك جلد. اركد يبا اركد. ان كانت امرتك صالحه او عيالك بصفه عامه او طالحين، لا تنقله حق احد، لا تنقله حق اي احد. حل بينك وبين نفسك واحمد ربك. إذا كانوا صالحين احمد ربك بينك وبين نفسك. ليش يا أخويا؟ لأن في ناس تدور الشماتة عليك. هذا كانوا سيئين، وإن كانوا صالحين من غير قصد يحسدك، لأن ما عنده النعمة اللي عندك. يعني زي أنك أنت طالع يوم فقير وقاعد تلوح بالفلوس، تلعب بفلوسك لعب. أكيد هو مسكين بيجي في خاطره هذا الشيء. فأنت لا توصل للناس شيء مفروض ما يوصل لها، بل تعبك وألمك أو أشياء تفرحك ولا حاجة خلها بينك وبين نفسك، عشان ما تتلاقى مع أهل الأصناف، بين الحسود وبين الشامت. والله يحفظك ويرعاك. مرة ثانية ترى بجيب الطابوق وأفقع راسك، انتبه.